إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، منذ أيام قليلة رحل عن هذا العالم الأمير النائم. الأمير النائم هو شاب من أسرة من أسرى أسر العالم. إنه الوليد ابن خالد من الأسرة المالكة من آل سعود. الأمير النائم هذا الشاب الذي جعله الله تبارك وتعالى عبرة للمعتبرين. إنه شاب خرج في ريعان شبابه تقوده أحلامه وأمانيه، فخرج إلى أوروبا ليلتحق بالكلية العسكرية هناك منذ 20 سنة. في عام 2005 ذهب إلى هناك ليلتحق بالكلية العسكرية، وكله طموح وآمال. يرسم طموحه ويخطط آماله لرفعة بلاده ورفعة شأنه. يؤمل أبوه وأمه وأسرته فيه الآمال العريضة أنه سيكون له في بلاده شأن. وفي هذا العالم منذ 20 سنة يقع له حادث تصادم يبقيه في غيبوبة دماغية، فيذهب به وهي أغنى أسر العالم، تملك من المادة ما لا يملكه أحد، فأرسلوا به إلى أعظم الأطباء وأحذقهم حتى يعالجوه، حتى يوقظوه من هذه الغيبوبة. ولكن كانت النتيجة أن يظل هذا الأمير في غيبوبته نائما 20 سنة. 20 سنة ما استطاع الطب وما استطاع المال وما استطاع الملك أن يذهب ما فيه من ألم ومرض.
ما استطاع كل ذلك أن يوقظه من غيبوبته، فصار هو الأمير النائم لمدة 20 سنة، حتى جاء قضاء الله تبارك وتعالى منذ أيام قليلة لينهي هذه الرحلة الطويلة، 20 عاما في غيبوبة كاملة، لا يتكلم لا يرى، والله أعلم هل يسمع أم لا يحرك ساكنا، لا يضحك لا يبكي لا يظهر تألما. 20 سنة في هذه الحالة، لتنتهي هذه الرحلة منذ أيام ليفيق العالم على هذه العبرة، بل قل على هذه العبر والعظات. من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره، والمسلم أمر أن يعتبر وأن يتفكر وأن يتذكر. مشهد كهذا المشهد لهذا الشاب الذي خرج في أسرة غنية ثرية تملك كل مظاهر الترف والنعيم في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك ما استطاعوا بهذه القوة وهذه المادة وهذا الثراء أن يرفعوا ما بولدهم من ألم ومرض. لتكون العبرة الأولى أن الذي يشفي هو الله، أن الذي يعافي هو الله، أن الذي يمرض هو الله، أن الذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه. مهما عظمت قوتك، مهما كثر مالك، مهما عظم جاهك، لن يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه. إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. خصصت له أعظم المستشفيات في العالم، دعي لعلاجه أعظم الأطباء في العالم، ولكن كان قضاء الله هو الغالب. ليس الشفاء بكثرة المال، ليس الشفاء بحذق الأطباء. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ماذا يستطيع أن يرد الروح إذا قضى الله خروجها؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، قيل من يأتي فيرقيه، من يأتي فيشفيه ويعالجه، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالأمر أمره سبحانه، والملك ملكه، والعبد عبده. لا يظنن ظان أن الحياة والشفاء لمن يملك المال، لمن يملك الجاه، لمن يملك العظمة والمناصب والملك.
لو نفع الملك أحدا لنفعه، لو نفع الجاه مريضا لنفعه، لو أزال المال ألما لنفعه، وهو من هو رحمه الله وغفر له. من العبر في قصة هذا الأمير النائم عبرة في من يحوطون به، عبرة في أهله. هؤلاء الذين يراهم الناس في أعظم نعيم وأفضل حال يحسدونهم على ما هم فيه من جاه ونعيم، ولا يعلمون أن عندهم مصاب جلل، ولا يعلم هذا الحاسد أن لديه من النعم أعظم ما عند هؤلاء، لكننا لا نستحضر عظيم نعم الله جل وعلا علينا. أما أسرته فعاشت تحمل الأمل في الله جل وعلا هذه السنين 20، وأبوه نحسبه صاحب صلاح لم ييأس من روح الله تبارك وتعالى، وهو يعلم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله، لا يصيب اليأس قلب عبد موحد أبدا، لكنه يحسن ظنه في الله جل وعلا. ظل 20 سنة لم ييأس، لم يتخلى عنه. المعروف في هذه الغيبوبة بعد 4 أشهر تنزع عنه الأجهزة ليلقى الله، فالغالب أنه لا يحيا أحد بعد غيبوبة تزيد عن هذه المدة 4 أشهر. فراودوه عن ذلك فأبى، ثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن فيه سبحانه، وظل بجوار مريضه لا يفارقه، يحسن إليه، يؤدي كل ما عليه، لا ييأس ولا يمل ولا يضجر. وسبحان الملك، إن كان الحال منعكسا وكان المصاب بالغيبوبة هو الأب، هل كان سيتحمل الولد كل هذه السنين في رعاية أبيه؟ للأسف الشديد أصبح الآن الأبناء يصيبهم الضجر من رعاية آبائهم وأمهاتهم إذا كبرت أعمارهم واشتدت أمراضهم، إلا من رحم الله من أهل البر والإحسان إلى الوالدين. لكنها الأبوة والأمومة، هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. هذا في عائلته. أما في الناظرين إليه والحاسدين له الذين لا يقدرون نعم الله جل وعلا عليهم، البعض منا لا يقدر نعمة أن يوقظ ولده في الصباح فيقوم معه. البعض لا يفكر في هذه النعمة، أن توقظ ولدك فيستيقظ، أن تناديه فيلبي، أن ترى ولدك معافى سالما أمامك. أما أن تراه لا يحرك ساكنا ولا يلبي مناديا وأنت في أعظم النعيم، أن تشعر بهذا النعيم وهذا العطاء أبدا. لكننا نحتاج أن نؤدي شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا أصابهم الضر فإليه تجأرون.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ينظر إلى نعم الله على غيره ولا ينظر إلى عظيم إنعام الله عليه، فيحيا مكروبا مهموما مغموما وبه من النعم ما الله به عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكنه العبد إذا غفل عن نعم الله وغفل عن شكر الله تبارك وتعالى، من العبر في قصة هذا الأمير النائم وفي رحيله، من أعظم العبر أن الدنيا لم تخلق لتكون دار عطاء، لكنها خلقت لتكون دار ابتلاء. خلقنا الله في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا أينا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار ابتلاء واختبار، لا تصفو لأحد على حال. 8 لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. لا تبقى لأحد على حال ولا تصفو الدنيا لأحد أبدا. إذا أضحكت يوما أبكت غدا، إذا حلت يوما أو حلت غدا، فلا تبقى لأحد على حال. ولكن للمؤمن حال خاص في علاقته بهذه الدنيا، في نعمائها وفي ضرائها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن هو الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي يستطيع أن يحيا حياته راضيا متنعما حتى بالبلاء، متنعما حتى بالضراء، لأنه إذا أصابته سراء شكر الله على نعمه، وإذا أصابته ضراء نظر إلى هذا الابتلاء على أنه اختبار يسعى للنجاح فيه والخروج منه، على أنه اختبار وابتلاء إن نجح فيه فسيكون عطاء الله له أعظم وأجل مما ذاق من ابتلاء وعناء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا. فالمؤمن يحيا راضيا مطمئن القلب في جميع أحواله، يحيا حياة العبودية الكاملة الصادقة لله تبارك وتعالى، يتقلب بين يدي سيده: افعل بي ما شئت فإني راض، اصنع بي ما شئت فإني راض. عبودية صادقة لله تبارك وتعالى، فيحيا العبد مسلما أمره لله، فلا ترى في قلب هذا العبد يوما سخطا أبدا ولا ضجرا على ابتلاء الله أبدا، لكنه إن أعطاه شكر
وإن منع صبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند نعمائه من الشاكرين وعند بلائه من الصابرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الأول بغير ابتداء الآخر بغير انتهاء الأعمال بما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وبراءة من كل شك وشرك ورياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأفضل أهل الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وزد وجد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الجزاء. أما بعد، ومن العبر التي يخرج بها المؤمن من رحيل هذا الأمير النائم أن الموت يأتي بغتة، أن ملك الموت لا يستأذن. هذا الشاب الذي خرج ليتعلم منذ 20 سنة وأمامه الآمال والطموح وأمامه الأحلام، في لحظة واحدة أرقده الله جل وعلا رقدة لم يتحرك منها أبدا. فالمرض يأتي فجأة، وكذلك الموت يأتي فجأة. بعد 20 سنة من الرعاية والمتابعة يأتي قضاء الله جل وعلا لإنهاء هذه المأساة ولخروج هذه الروح ولتوقف هذا القلب. الموت يأتي بغتة. أخفى الله تبارك وتعالى على العباد ساعة رحيلهم ليحسن العبد سيره إلى ربه، فهو لا يعلم متى تنتهي رحلته. فهو لا يعلم متى تنتهي رحلته ويصل إلى الله جل وعلا. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وصية جبريل عليه السلام. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. قد قالها الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. نفس الغني والفقير، نفس القوي والضعيف، نفس الرئيس والمرؤوس، نفس الملك والمملوك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز هناك، السعادة هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن هذه الحياة لا بقاء لها، فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
غريب، فليست الدار دارك، عابر سبيل سترحل عنها وتترك هذا المكان. غريب أو عابر سبيل. وتعلمها عبد الله رضي الله تعالى عنه، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هكذا يحيى المؤمن. يحيى يترقب هذه اللحظات التي لا يعلم متى تفجأه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر. تهرب إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وهذا حق. ولكن لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. لا يغني الثراء عن الفتى، لا تغني القوة عن الفتى، لا يغني الأطباء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. كل نفس ذائقة الموت. لذلك يحيى المؤمن ذاكرا للموت، فيحيا في هذه الحياة لا يبالي على أي حال كانت. عاش في ضرائها، علم أنه سرعان ما سيذهب ويترك هذا الضر. عاش في نعماء، علم أنه سرعان ما سيذهب ويترك هذا النعيم. فيحيا قلبه معلق بالله وحده لا شريك له. يحيا فقط يسعى أن يلقى الله على عمل صالح يقدره عليه. وسبحان الملك، أصبح اليوم وقد أعددت هذه الكلمات على خبر مؤلم محزن، على أن وقع بالأمس، نعم بالأمس، توفي شاب في حفلة أحد المغنين الفاسقين المعروفين بفسقهم وفجرهم. توفي شاب في قلب الحفل، وهذا المغني الماجن يترقص ويعزف له العازفون ويرقص له الراقصون، والشاب بين صفوف المصفقين والمستمعين. وفجأة تنفجر أحد الأجهزة المعدة لهذا الحفل، فيختار الله هذا الشاب ليكون هكذا لقاؤه بربه. نسأل الله أن يغفر له. لكن من ذا يحب أن يموت في هذا المكان، في هذا الحال؟ والمحزن أكثر من موته أن الحضور حينما قرر المغني أن يلغي الحفل بعد وفاة هذا الشاب، أن الحضور طالبوه بإكمال الحفل. أي قلوب هذه؟ أي قلوب هذه؟ ما الذي أصاب هذا الشباب بهذا الحال؟ ما الذي بلغهم هذه الدرجة؟ الشيطان الأكبر استحى أن يكمل رقصه وقد خرج شاب محمولا ميتا وسيحمل وزره يوم القيامة.
فهو الذي أحضره وهو الذي جمعهم. ولكن هؤلاء الآلاف يطالبون بإكمال الحفل وقد رأوا روحا تحمل أمامهم إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. إن المؤمن يسعى حثيثا أن يلقى الله وهو عنه راض، أن يلقى الله على حسن خاتمة، خاتمة تبيض وجهه أمام الله، أن يختم له بين صفوف الصالحين، أن يختم له بين الراكعين والساجدين، أن يختم له ببر والديه، أن يختم له بتلاوة كتاب ربه، أن يختم له بعمل صالح ينفعه بين يدي الله جل وعلا. أما أن يموت على حال لا يرضي الله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم اقبضنا على ما يرضيك، اللهم استعملنا يا ربنا في طاعتك ومراضيك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما ولا غما ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته وثبته برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.